السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية الجميلة والتطور على طول في اسكندرية. هناخد كده النهاردة جولة كده على مشاريع اسكندرية اللي بتحصل في اسكندرية مع موج البحر. كده هحكي لكم شوية اللي بيحصل في اسكندرية. بدأنا كده يا جماعة في 1 أو 5 يناير 24 بدأنا في مشروع مترو اسكندرية. تم ايقاف المترو من اول 5/1/24. المترو يا جماعه ده مدته ان شاء الله 30 شهر، 21 كيلو متر، حوالي 20 محطه، 14 محطه علويه و6 محطات سطحيه. بدأ المشروع في 5/1، اتوقف القطر من محطه مصر لحد سيدي جابر. بعد كده في 1/2 اتوقف القطر من ابو قير لحد المنتزه. 1/3 اتوقف القطر من المنتزه لسيدي جابر. بدأوا بقى يلموا المحطات، يهدوها ويشيلوا القضبان ويشيلوا الفلنكات ويعملوا الخوازيق ويعملوا مكوسات الارضيات. وبعد كده عملوا العمدان وعملوا الكاميرات وهدوا المحلات اللي في مسار الطريق كله من ابو قير لحد محطة مصر. ان شاء الله فاضل له بالظبط سنة بالظبط نركب المترو. تاني حاجة في مشروع توسيع كورنيش اسكندرية، توسيع الكورنيش من اول المنظرة لحد السرايا او فندق المحروسة بطول 4 كيلو متر 7/10. اتعمل الطريق اتجاهين، كل اتجاه 5 حارات. ان شاء الله قرب يخلص، فاضل الحته بس دلوقتي الحته اللي عند بير مسعود. دخلنا بقى في حته بتاعت نفق المنظره. النفق دوت لازم يتعمل عمود في النص عشان يشيل الكاميرا، فهيهدوا نفق المنظره ويتعمل طريق بديل عند جراج فتح الله. يجي كده من على البحر يطلع كده بقوة المنظرة على نقطة الزعيم، من أول عمود من ناحية النفق لحد نقطة الزعيم. وهيتعمل شارع كده رايح جاي عرضه حوالي 21 متر لحد تاني ما يخلص. إن شاء الله بقى لما العمود يتعمل والشارع ويتهد النفق هيتعمل طريقين كبار جدا إن شاء الله. برضو يا جماعة عندنا في أبو قير مشروع الجزيرة الصناعية في أبو قير، ومشروع كوبري جوه المية واخد من الجزيرة الصناعية لحد الأرض المكتسبة اللي هي بارادايس أو شهادة الإنتاج الحربي. وعندنا دلوقتي عندنا كمان كوبري محمد نجيب، ده كوبري اتجاه واحد اللي جاي كده من المنشية كده أو من السرايا، ينزل كده يطلع على الكوبري ينزل عند جامع سيدي باشا، واللي جاي من سيدي باشا هينزل من تحت الكوبري. عندنا برضو مشروع ترام اسكندرية ان شاء الله هيتعمل قريب ان شاء الله، هيبدأ كده السنة دي. هيتعمل برضو محطات علوية ومحطات سطحية ومحطات نفقية. عندنا تطوير كورنيش اسكندرية، عملوا بسور جديد من اول السلسلة لحد سيدي جابر. هنا السور كله اتغير واتعمل سور جديد. عندنا ايه تاني يا جماعه في اسكندريه بيتعمل؟ برضو في سامع كدهوت ان هم هيشيلوا كل الكافيتريات اللي على الكورنيش ديت بحيث يدي رؤيه للبحر، مش هيبقى في كافيتيريا على البحر. شالوا بتاع كليوباترا وشالوا ماليبو، وهيشال واحده اللي قعدوا هينتهي هيتشال ان شاء الله او يخلف العقد يعني. برضو شفنا تطوير انطونيادس، وشفنا تطوير عند القلعة، شالوا البياعين واتعمل ممشى جديد في القلعة هيفتح ان شاء الله. ممكن الشهر الجاي يفتح كده عيد الثورة، يا ثورة يونيو يا ثورة يوليو ان شاء الله. عندنا في اسكندرية يا جماعة فكروني، قلنا المترو، قلنا ابو قير، وقلنا كورنيش، وقلنا القلعة. واتعمل برضو تطوير للمتحف اليوناني الروماني بقى جميل جدا.
يعني بصوا اسكندريه يا جماعه كده من ابو قير، المعموره، المنتزه، المنظره، ميامي، سيدي بشر، جليم، استانلي، لحد الانفوشي كله بقى ايه جميل. شفنا الطريق الدولي اللي اتعمل جديد، شفنا محور المحموديه، في كوبري 45 الجديد اللي ورا مصطفى كامل، هيتعمل برضو كوبري محمد نجيب، هيعدي على فوق عبد الناصر، وهيتهد نفق محمد نجيب، هيتهد او هيتردم مش لازمه خلاص. الشواطئ بقى كلها اتفتحت الحمد لله. فاضل حته بس اللي ايه، بتاع سيدي بشر. وسيدي بشر يا جماعه سموها راس البحر، وادوار خلاص سموه سيدي بشر، وبنيمار سموه ميار، وشاطئ ميامي سموه القيصر. كده يعني في شاطئ كده، ده اللي في غيرهم الصراحه، ده اللي في غيرهم. عندنا المنظره ب 100 جنيه لمجهول المنظره، في طاحونه المنظره ب 30، في المنظره العام ب 20 ب5، في ولي ب 20، جوي العصافره ب 100، العصافره العادي ب 20، البروفاج ومحمد نجيب وجزيرة الدهب ب25، في جليم ب5 جنيه، في اسكندر بقى والشواطئ اللي هي هناك ديت، والسرايا ورمادة كده من 20 ل 15، استانلي ب25، في عندنا تاني السلسلة ب15، أنفوشي ب10، والنخيل ب20 و30 و50، العجمي فيه بقى ايه، في 15، في 20، وفي 100. في المنتزه يا جماعه الدخول ب50 جنيه، والشاطئ ب200 جنيه تقريبا او 150 جنيه. في المعموره الدخول ب40 جنيه الباب بره، والشاطئ جوه العام ب75، والخاص ب200 جنيه. شاطئ ابو قير ب15 جنيه يا جماعه. بصوا اي حد يسال حاجه على اسكندريه ممكن اقول له اسعار ايه، احسن شواطئ واسعار شواطئ ان شاء الله. بيهدوا برضو على البحر كافيتريات، يعني بيهدوا ماليبو وهدوا كليوباترا عشان يمسكوا البحر يعني. دي معظم الحاجه اللي حصلت في اسكندريه السنه دي يا جماعه. لو برضو نسيت حاجه قولوا لي كده ايه في التعليقات، وانا ان شاء الله كده ايه نقول لكم عليها برضو. انا كده كنت على فجاه كده عملت الفيديو دوت مش محضر له يعني، ده اللي جه في دماغي وافتكرته. البحر النهارده عالي شويه يا جماعه بس جميل الصراحه. شكرا يا جماعه، يا رب دايما بخير وسعاده. في بقى الشير واللايك والتعليقات كده وايه والكلام الجميل بتاعكم. شكرا يا جماعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.